عليكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الرحمن، حياكم الله وبياكم يا معشر المسلمين، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنان نزلا. أما بعد عباد الرحمن، كلامنا بإذن ربنا بما أننا في أول جمعة في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر المبين، في شهر تغفر فيه الذنوب، في شهر تتصفد فيه الشياطين، في شهر تتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. بما أننا في هذا الشهر العظيم سوف نتكلم عن أمر عظيم، أمر وقع فيه أكثر الناس، والحد الآن إلى هذا الوقت يقع فيه الكثير من الناس. عباد الرحمن، يجب أن ننبه عن سراق رمضان. كلمتين، سراق رمضان أو لصوص رمضان، المعنيين يأتيان إلى عمل واحد. وما هذا العمل؟ ينقسم إلى مجاميع، الناس تكون على هذا العنوان على مجموعة، والمجموعة ينقسم إلى أقسام عديدة. لصوص رمضان، سراق رمضان، القسم الأول يجب أن ننتبه له، هم الذين يضيعون الأوقات في هذا الشهر العظيم، هم الذين يقضون نهارهم على القنوات التافهة. هؤلاء القسم الأول هو الذي يذهب مع القنوات، مع الأفلام ومع المسلسلات. الفتيات تضيع أكثر أوقاتها على المسلسلات. ناس جمعوا أموالهم وجمعوا أوقاتهم وجمعوا المعدات لكي يطيحوا بالمسلمين. لماذا لم يظهر تلك المسلسلات في غير شهر من شهرنا العظيم؟ لماذا لم تظهر في شعبان، في رجب، في غيرها من الأشهر، ولكن جاءت في شهر الله، في شهر القرآن، في شهر الصيام، ليضربوا المسلمين، يضربوهم في عقولهم. جاءوا وتدخلوا ودخلوا إلى بيوتنا وإلى حجراتنا وإلى أنفسنا، بل دخلوا إلى العقول قبل النفوس وقبل البيوت. دخلوا وجاءوا بهذه المادة العظيمة التي تدخل إلى العقل، دخلوها إلى أكثر الشباب وإلى أكثر الفتيات. ولكن يا مكثر ويا جمع من الناس، لو سألنا الآن كم مضى على يديك وكم مضى على عينيك وأنت لم ترى فيها القرآن، ونحن في شهر القرآن. كم مضى على عقلك وأنت لم ترى آية من القرآن ولم تقرأ آية. ولكن لو قلنا كم مضى على عينيك ترى آخر قناة، سوف يكون الجواب محزن. نعم، الجواب محزن. نحن أمة بكى المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها، وقال اشتقت إلى أحبابي. قال الصحابة يا رسول الله ألسنا أحبابك؟ قال لا، بل أنتم أصحابي، ولكن أحبابي قوما يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني.
الإسلام، جمعوا أموالهم وجمعوا ما يملكون من عقولهم ويعصرونها على المسلمين لكي يخرجون من صيامنا، لكي يخرجونا من قرآننا، لكي ننتهي عن الإسلام وعن أقوال المصطفى في هذا الشهر العظيم. لم أتكلم اليوم عن قصد عن شهر رمضان وعن فضائل رمضان، قد يكون الكثير يعلمها، ولكن من يعلم من يسرق رمضان منا، من يسرق رمضان من بيوتنا، من يسرق رمضان من شبابنا ومن بياتنا ومن فتياتنا، هل فكر في ذلك أحد؟ الكل يعلم أن رمضان شهر الرحمة وشهر القرآن، ولكن من يعلم من سرقنا من القرآن ومن سرق القرآن منا، هل فكرنا في ذلك؟ هل علمنا أن في هذا الشهر العظيم في كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار؟ هل فكرنا في ذلك؟ هل دعونا الله جل وعلا ودعا ذلك الشاب وتلك الفتاة وقالت يا رب اعتق رقبتي من النار، يا رب من لي غيرك، عماذا دعا؟ يا أفلامي، يا مسلسلاتي، يا صفحتي، يا غيرها، ماذا دعونا؟ هل دعونا الله جل وعلا أن يعتق رقابنا من النار؟ وهو الآن نحن نمر في شهر عظيم، في كل ليلة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان هنالك مناد ينادي، ولكن لم نسمعه نحن، يملأ الكون ويملأ الفضاء، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولكن نحن لم نسمع ذلك النداء وأصبحنا ننادي يا باغي الخير أقصر ويا باغي الشر أقبل. نعم، هذا وللأسف الشديد ما توصلنا إليه وتوصل إليه أكثر الناس، ونسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا منهم. أما القسم الثاني الذي سوف يكون على صيام تام ويقرأ القرآن ويحفظ ويؤتي الصدقات، ولكن هنالك شيء عظيم وشيء جلل ألا وهو اللسان الذي يتكلم في رمضان فيما شاء وكيفما أراد، يتكلم عن هذا ويقذف ذاك ويسب هذا وينتهك عرض ذاك، هذا من سراق رمضان. لسانك أيضا يسرق منك الصيام، لسانك أيضا يأخذك إلى أن لا تأخذ وتفنى حسناتك في رمضان. لسانك هو الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به ليس في الله شيء أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة أن تدع طعامك وشرابك وتقول أنا صائم وتقذف هذا وتشتم ذاك وتتكلم في الأعراض وتتكلم فيما شئت، ولكن الصيام لن يوقفك ولن يقف لسانك في ذكر الله. دع لسانك يتكلم في الله، ودع لسانك يسبح لله، ودع لسانك يحمد الله أن أمد في أيامك وفي عمرك لكي تصوم هذا رمضان. كم مضى وكم مات من أقرانك ومن إخوتك ومن أصدقائك ومن جيرانك ومن رفاقك، كم ماتوا وهم يتمنون أن يسبحوا لله تسبيحا وأن يسجدوا لله سجدا، وأنت فوق الأرض تتكلم عن هذا
وتشتم ذاك، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين ومن الشاكرين ومن الصائمين ومن الساجدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على قائدنا وقدوتنا أبو القاسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما القسم الثالث، ولا أريد أن يطيل عليكم، القسم الثالث هو الذي يسير مع أصحاب السوء. القسم الثالث يجب أن يبتعد في هذا الشهر العظيم وفي هذا الشهر الكريم عن أصحاب السوء. يجب أن يكون مجلسه مع الذين يدعون الله عز وجل والذين يستغفرون لله. يجب أن يسير مع صاحبه يأخذه إلى المسجد وليس صاحبا يخرجه من المسجد. هؤلاء يجب أن يسيروا مع أصحاب القرآن. يجب أن نسير في هذه الأيام مع أصحاب التراويح. نعم، نريد رجلا، أنا أريد رجلا يأخذني إلى المسجد، ولا أريد رجلا يخرجني من الصلاة ويقول أنت متعب ولا تقدر عليها. ولكن يا عبد الله، أقف اليوم دقائق معدودة لا تتجاوز النصف ساعة، ولا أستطيع أن أقف تحت شمس لاهبة يوم القيامة أمام رب العالمين وأمام جمع من الناس، ويقول جل وعلا عبدي ماذا قدمت، وليس لدي جواب. عبدي ماذا قدمت؟ أين صحيفتك؟ ماذا كتبت بها؟ ماذا سوف أجيب؟ يا رب سرت مع رفيقي، يا رب لم أختر خليلي. وقالوا يا ويلنا يا ليتنا لم نتخذ فلانا خليلا. هل نكون مع هؤلاء أم نقول يا رب أين صاحبنا الذي صلى معنا؟ يا رب أين رفيقنا الذي سبقنا إلى المساجد؟ يا رب أين رفيقنا الذين عندما تكلمنا خطأ هو الذي قال أرجعوا إلى الله وقال استغفر الله؟ شتان ما بين هذا وهذا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين، وأن يختار لنا رفقتنا، وأن يجعلنا من أهل رمضان يا رب العالمين يا الله، يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم اجعلنا من أهل رمضان، اللهم اجعلنا من أهل رمضان. اللهم تقبل منا القرآن، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القرآن. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا وأهلنا يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا موتي لقمان الحكمة آتنا، ويا رد يوسف إلى يعقوب، رد كل غائب إلى أهله يا رب العالمين. يا رب بحق هذا الشهر الفضيل رد كل غائب إلى أهله، وكل مسجون مظلوم رده سالما غانما يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين وردنا وإلى طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ارحم موتانا وشاف مرضانا وعاف مبتلانا واقض الدين عنا. اللهم يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور يا قوي يا متين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبين. وأقم الصلاة.